يقول: ما حكم تعليق اللوحات التي عليها بعض الشعارات مثل كلنا فداك يا رسول الله، وهل تعتبر هذه استغاثة؟ اللوحات والذكر الشعارات وما إلى ذلك من الأشياء التي لا تنبغي، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون حقه أن يؤتى بمثل هذا الكلام، وإنما حقه صلى الله عليه وسلم أن يتبع وأن تصدق أخباره وأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه ويعبد الله طبقا لشريعته ويحب محبة أعظم من محبة النفس والمال والولد والناس أجمعين، وكذلك يكثر من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما يعني قول يعني أنت نحن نهديك أو فداك آباؤنا وأمهاتنا، هذا كما هو معلوم هذا جاء يعني فداه أبي وأمي ونهديه بآبائنا وأمهاتنا، يعني هذا كما هو معلوم سائر لا بأس به، ولكن يعني مثل تعليق هذه الشعارات وما إلى ذلك ما لها وجه، وليست هذه التي تجعل الناس يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه، لأن الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما هي محبته كون الناس يطلقون هتافات أو يأتون بشعارات، وإن محبته تكون بملء قلوبهم من محبته، وأن تظهر ذلك على جوارحهم استسلاما وانقيادا في اللسان وفي الجوارح. اللسان يأتي بما هو مشروع قولا، والجوارح تأتي بما هو مشروع فعلا. كذلك عبارة أخرى: إلا رسول الله، فقط هذه الكلمة استثناء إلا رسول الله. أقول هذه كلمة ما يعني غير مستقيمة. إلا رسول الله، إيش معنى إلا رسول الله؟ يعني يؤتى بالمستثنى منه يعني. ومعلوم أن الاعتداء على أي أحد لا شك الاعتداء على الرسول صلى الله عليه وسلم والإساءة إليه أعظم من الإساءة إلى أي أحد من الناس. أحسن الله إليك. هذا سائل من الشبكة يقول: انتشر في هذه الأيام كتابة عبارة إلا رسول الله، فهل ترون جواز استعمال هذه العبارة؟ لا أرى جوازها، لأنها لا تفيد شيئا، لا تفيد. هي عندي أشبه من يعني تشبه ذكر الصوفية الله الله. نحن لكن نعلم إن مقصود الذين كتبوها يعني كل شيء ولا الرسول، لا تقربون حماه ومقامه وحرمته، هذا مراد من كتبها. لكن إذا نظرنا لتحديد اللفظة إلا رسول الله، اللي ما يدري عن القصة وش يقول إلا رسول الله؟ وش فيه إلا رسول الله؟ وهل هو صحيح يعني سبوا كل أحد إلا رسول الله؟ هذا يستقيم الكلام؟ سبوا كل أحد إلا الرسول، فهي غلط. نعم.